أصدر اليوم قاضي التحقيق الأول بالمكتب 11 بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بضغط إيداع بالسجن في حق كاهية مدير مطار قرطاج الدولي، وتم ضبطه بالمطار بحوزته أكثر من 500 جرام من مادة الهيروين. وافادت الأبحاث الأولية أن المتهم وهو خمسيني برتبة كاهية مدير بإحدى الشركات العاملة بمطار تونس قرطاج، سافر مؤخرا لدولة أوروبية وعاد لتونس مساء الثلاثاء الماضي عبر المطار نفسه، وعند إخضاعه من طرف أعوان الديوان عثروا بحوزته على أكثر من 500 جرام من مخدر الهيروين، ويتم اعترافه بجلبها من الدولة الأوروبية اللي مشيها. وكانت أذنت النيابة العمومية أيضا بالاحتفاظ به لمواصلة الأبحاث معه من طرف أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات. إن شاء الله في النهاية ربي يظهر الحق ويبعد علينا الفساد هذا الكل. وفي النهاية متنسوش تعملوا إعجاب للفيديو واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد.